مساء الخير. أسهل وأطيب طريقة للبيتنجان، تبسي بيتنجان. هاي المكونات مالته طبيعية، والبيتنجان فقط هو اللي راح نقلي، باقي المكونات تبقى نية، بس البيتنجان يتقلى. والصلصة مالته عبارة عن معجون وملح وبهارات وسبع بهار وفلفل أسود وملح. نخلي وهذا التبسي نصفط بيه البيتنجان بهاي الطريقة، تصفيط مرتب. بعد ما كملنا التصفيط بهاي الطريقة بهذا الشكل، نخليه على نار ينحمس حمسة زينة. بعدها نخلي له الصلصة، ونخليه يفور فورة زينة ويتسبك، ونخليه بالفرن. بعد ما تسبك زين نخليه بالفرن على العين الفوق، بس العين الفوق نشغلها ويطلع بهذا الشكل. وعلينا وعليكم بألف عافية.